نشوف مع بعض هل في ضربة جزاء ولا لا. اول حاجه ان هو لعيب الجونه وصل للكره، بعد كده هو لعيب النادي الاهلي. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطا على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الاتهام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لعيب الجونه. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب دايس بقدمه على قدم لعيب الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا برضو فاول على لعيب الجونه. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لعيب الجونه. نشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وبعد كده هو في دفعه في ظهر لعيب النادي الاهلي، وبرضه هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا لاعب الجونه كان بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب النادي الاهلي وصل للكره ولعبها، وبعد كده لعيب الجونه مكمل على قدم لعيب النادي الاهلي، وهو اللي رايح يعمل معاه التحام. فطبعا هنا مفيش ضربه جزاء، واكد عليها حكم الفار. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا لعيب النادي الاهلي كان بيطلب المخالفه على لعيب الجونه. نشوف مع بعض هتلاقي لعيب الجونه معلق قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا طبعا كان لازم الحكم يحسب مخالفه على لاعب الجونه، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، هنا في تدخل بقوه من لعيب النادي الاهلي على قدم لعيب الجونه. هنا الحكم ما حسبش مخالفه علشان ساب اتاحه الفرصه، وطبعا قرار كويس من الحكم، لكن اول ما اللعب ما وقف رجع ادى لعيب النادي الاهلي انذار، وده طبعا انذار مستحق وقرار صحيح برضه من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا لعيب الجونه كان بيطلب بضربه جزاء. تعال نشوف مع بعض هل في ضربه جزاء ولا لا. اول حاجه ان هو لعيب الجونه وصل للكره، بعد كده هو لعيب النادي الاهلي عمل مع لعيب الجونه التحام زي ما احنا شايفين مع بعض. بص على قدم لعيب الجونه الالتحام موجود. طيب بعيد بقى عن القدم، بص على يد لعيب النادي الاهلي في شد، يعني هنا في التحام وفي شد من لعيب النادي الاهلي. الحكم واقف وباين قوي، الزاويه واضحه جدا. الحكم ما حسبش حاجه في وجود الفار، برضه اقل حاجه حتى لو الفار مش مقتنع الشد موجود والالتحام موجود، لازم تجيب الحكم ويراجع اللقطه اللي احنا جايبينها ديت، لان هنا بصراحه في ضربه جزاء لفريق الجونه ما اتحسبتش. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق الجونه.